إذا استشعرت عظمة الله عز وجل والله ما يهمك أحد، ولا ترجو أحد، ولا تخاف أحد. وأنا أنتهي من هذا الكلام، قال لي واحد، قال لي لو سمحت أستاذ الله يعطيك العافية، هذا الكلام يعني جميل وإيماني، لكن الواقع إذا مديري ما يرضى عني بهذا اللفظ، قال باكل تبن أنا وعيالي. قلت له اتق الله، اتق الله. وهل ما كنت أقوله من عظمة الله ليس واقعا؟ أليس هذا واقع؟ لكنه الواقع الذي يغيب عن أذهان الذين يظنون أن البشر ينفعون ويضرون. عندما يغيب الإيمان تخشى الناس. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فهو يزني لأن الإيمان في تلك اللحظة غاب. كذلك الإنسان الذي يهاب الناس لا يهاب الناس حين يهابهم وهو مؤمن. عندما يستشعر أن كل شيء بيد الله عز وجل، هو النافع هو الضار، هنا والله ما يخاف من أحد بإذن الله تعالى، ولا يخاف إلا الواحد الأحد. تصعيد الذات يا كرام أو تصعيد التوكيد، احنا قلنا من قال نعم كثيرا خسر نفسه، شوف الموازنة، ومن قال لا كثيرا خسر الآخرين، ومن قال ربما، ترى يخسر الاثنين، خسر الاثنين. تدرون ليش؟ لأن ربما ويمكن وشوف تراها عبء عليك. متى تحس انك مرتاح؟ إذا طقيتها في وجههم، أرسلتهم رسالة قلت تراي ما أقدر، تحس انك ارتحت. طيب ماذا لو كانت معظم حياتك ربما وإن شاء الله ونشوف، ربما وإن شاء الله ونشوف، تتعب والناس يتعبون منك، متعب. تخيل زوجتك بهذا النوع أو زوجك من هذا النوع. وبالتالي من قال ربما كثيرا خسر الاثنين. طيب كيف أنا أصعد الذات أو كيف أصعد التوكيد الآن؟ كيف أصعد التوكيد؟ بالطريقة التالية. واحد، أولا بإظهار الاستياء، بمعنى إذا أحد تجاوز حدوده معك أو السخرية أو طقطق عليك أو سخر منك أو أهانك وحاشاك، أولا أظهر الاستياء. إظهار الاستياء أحيانا يكون جسدي، أحيانا بنظرة، أحيانا بعدم الابتسام، أحيانا بعدم المجاراة. بعض الناس يجي يقول لك وش ذا الكرشة، والله يا ابن الحلال خلها على الله، ورز بكاس ثم تجيني تقول لي والله أنا ودي أكد ذاتي. أحسن، أنا بطقطق عليك بعد طالما أنت تسمح لنا بذلك. لا تكن جدارا قصيرا. واحد إظهار الاستياء. اثنين التلميح له، التلميح إعطاء إشارة. طيب خير كذا خير، خلاص شيء موجه له. الاستياء شيء مو موجه له، التلميح شيء موجه له، هذا يسمونه تصعيد التوكيد. طيب إذا ما استجاب، أعطيك مثال، معليش، قاعد تشتغل مركز في الشغل واثنين من ربعك في الدوام يسولفون يضحكون يسولفون يضحكون، طيب شو تسوي؟ الضعيف شو يسوي؟ يطحن في روحه ويتحسبن ويدعي عليهم. طيب هذا ضعيف. أو ياخذ غريضاته يروح يشتغل في مكان ثاني، أيضا ضعيف. طيب إيش المفترض؟ أقوم أطاق معهم، أيضا ضعيف. الأفضل أنك تصعد التوكيد. أول شيء تظهر الاستياء، ثم تلمح، تقول يا جماعة ودي أركز شوي، تلمح. أحيانا تنبه في الخفاء، أحيانا أحد يشتمك أو يسخر منك في جلسة، فإذا ما أفاده الاستياء ولا التلميح تنبه في الخفاء بعد الجلسة أو ترسل له رسالة، أنا ما يعجبني هذا اللي سويته، أنا ضايقني الذي فعلته، أرجو أن لا تكرر مثل هذا الشيء مرة أخرى. تنبيه في الخفاء. طيب ما استجاب، تحذيره في العلن قدام الناس، أبو فلان ترى أكثر من مرة أنت مارست هذا السلوك، تحذيره في العلن، لابد أن توقفه أو تتحدث إليه في العلن. طيب ما استجاب، أحسنت، رد الإساءة عليه، أحسنت، رد الإساءة عليه، مثل ما تكلم ترد عليه. ما تفهم، أنت اللي ما تفهم، أنت اللي ما تفهم. الشافعي يقول من استغضب فلم يغضب فهو حمار.